يا ترى ايه السر اللي يخلي ستات عاديين جدا قاعدين في بيوتهم زي وزيك يوصلوا لنجاحات كبيرة ويغيروا حياتهم 180 درجة؟ قبل ما أقولك السر ده، تعالي نسأل نفسنا، يعني ايه أصلا كلمة أنجح من بيتي؟ هل النجاح معناه شغل بره البيت ومرتب ثابت بس؟ ولا النجاح ممكن يكون إنك تكوني ست بيت شاطرة وأم ناجحة وزوجة عارفة تدي لبيتها وجوزها طاقة وراحة واهتمام؟ النجاح مش دايما مربوط بالفلوس. في ستات ما عندهمش أي دخل مادي ومع كده ناجحين نجاح يخلي الناس تتعلم منهم. ولو انت شايفة ان وجود مصدر دخل خاص بيكي مهم، يبقى ده كمان نجاح يحترم ويتقدر، لانك لما يبقى ليكي فلوسك الخاصة ساعتها بتقدري تشتري وتعيشي من غير ما تضطري تبرري لأي حد ليه انت عملتي كده. النجاح الحقيقي هو انك تعيشي حياتك راضية ومبسوطة وحاسة انك بتكبري كل يوم حتى من جوه بيتك. والنهاردة هشاركك أسرار بسيطة جدا تخليكي تكتشفي بنفسك ازاي تكوني من الستات اللي بينجحوا من بيوتهم. بس قبل ما نبدأ بفكرك تعملي لي لايك عشان تشجعيني وتشيري الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من البنات والستات، ولو أول مرة تشوفيني تعملي سبسكرايب، وبشكرك جدا على وجودك معايا. ودلوقتي خليني أقولك حاجة مهمة جدا، هي إن النجاح مش هيجي لو الوقت ضايع ومش منظم. مفيش إنسانة في الدنيا ما عندهاش وقت فراغ. هتستغربي من كلامي؟ طب اسمعيني. لو انت حاسة ان يومك كله رايح في مسؤوليات بيت وأولاد ومفيش دقيقة واحدة ليكي، الحقيقة ان ده مش علشان ما عندكيش وقت، ده علشان وقتك بيتسرسب من بين ايديكي. اللي بيحصل ان تفكيرك مشتت ومهامك مش مرتبة ووقتك بيتقطع بين الحاجة والتانية. عارفة اللحظة اللي بتكوني فيها خلصت شغل البيت ولسه مش عارفة هتعملي ايه بعده؟ أو الوقت اللي بيضيع وانت بتقلبي في التليفون قبل ما تبدأي أي مهمة جديدة؟ هو ده وقت الفراغ الحقيقي اللي بيروح من غير ما تحسي. علشان كده أول خطوة لأي نجاح قبل أي فكرة وقبل أي عادة أو مشروع هي إنك تتعلمي تنظمي وقتك، لأن النجاح مش محتاج ساعات طويلة، النجاح محتاج سرعة. النجاح محتاج ساعة مركزة وعقل هادي وخطة واضحة. تعالي نعرف سوا ايه اللي العلماء والناجحين وديننا كمان بيقولوا عن الوقت. علماء النفس والتنمية الذاتية بيأكدوا ان الوقت مش بيتسع ولا بيضيق. يعني ايه؟ يعني الوقت هو نفسه عند كل الناس 24 ساعة. الفرق بين شخص ناجح وشخص ضايع هو طريقة إدارة الوقت. في دراسة مشهورة بتقول إن الناس اللي بتخطط يومها قبل ما يبدأ بينجزوا بنسبة 30 ل 40% أكتر من اللي بيشتغلوا من غير خطة. طيب الناس اللي جربوا ده بالفعل ونجحوا بيقولوا ايه؟ لو بصيتي لأي شخصية ناجحة سواء في العلم أو في البيزنس أو حتى في الفن، هتلاقيهم عندهم عادة مشتركة واحدة، إنهم بيبدأوا يومهم بخطة واضحة وبيحطوا أولويات الأهم ثم المهم، وبيعرفوا يقولوا لأ للحاجات اللي بتضيع وقتهم. وأغلبهم مقتنعين جدا بالمقولة اللي بتقول إن التركيز مش إنك تقول نعم لحاجات كتير، التركيز إنك تقول لأ لحاجات كتير. طيب وديننا الإسلامي قال إيه عن الوقت؟ القرآن والسنة مليانين إشارات لقيمة الوقت عظيمة جدا، وربنا سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في كذا سورة كاملة زي والعصر والفجر والضحى، وده معناه إن الوقت ليه قيمة عظيمة جدا. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني في ناس كتير ما بيقدروش قيمة وقت الفراغ إلا لما يضيع منهم. يبقى الخلاصة إن العلم بيأكد وتجارب الناجحين بتثبت وديننا بيعلمنا إن الوقت هو رأس مالنا الحقيقي، ولو عرفتي تنظمي وقتك أي خطوة بعد كده للنجاح هتكون أسهل وأوضح بكتير. وطبعا بعد ما نرتب وقتنا ونبدأ نسيطر على يومنا لازم نفتكر أهم نقطة، بل هي الأساس، وهي علاقتنا بربنا. لأن الصراحة كل المهارات والخطط والدورات اللي ممكن نتعلمها ملهاش معنى حقيقي ولا بتنفعنا بجد لو احنا بعيد عن ربنا. احنا عملنا قبل كده فيديو كامل بيتكلم عن النقطة دي، واتكلمنا قد ايه القرب من ربنا هو اللي بيفتح لنا أبواب التوفيق. ساعات بتلاقي نفسك بتسعي وبتتعبي وبتعملي كل اللي تقدري عليه، ومع ذلك مش بتحسي بالبركة ولا النجاح، والسبب ببساطة إن في حاجات بتعطل توفيق ربنا لينا. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني الموضوع مش بس في المجهود، لكن في إنك تكوني ماشية على طريق يرضي ربنا سبحانه وتعالى. طب إزاي نصلح علاقتنا بربنا؟ أول حاجة هي الاستغفار على طول على قد ما تقدري. تاني حاجة الأذكار، أذكار الصباح والمساء وأي ذكر يقربك من ربنا. تالت حاجة إننا نتجنب الذنوب اللي بتاخد من عمرنا وبتسد أبواب التوفيق، زي الغيبة والنميمة والكبائر والصغائر، حتى الحاجات اللي بنفتكرها صغيرة زي كلمة مش كويسة عن حد أو نظرة حسد أو حتى ممكن تعطيل،
دي ممكن تعطل حياتنا. وأخطر حاجة إن الواحد ينجرف في أي صورة من صور الشرك الخفي، زي الاعتماد على غير الله أو ربط نجاحه بشخص أو شيء غير ربنا سبحانه وتعالى. النجاح مش بس خطة ومهارة، النجاح بركة، والبركة دي بتيجي من ربنا سبحانه وتعالى. ولما تكوني قريبة منه هتلاقي حياتك بتتسهل بطريقة عمرك ما كنت متخيلها. وعلشان محدش فينا يحس ان ذنوبه او اخطائه قفلت باب النجاح في وشه، احب اقولك ان مهما كانت ذنوبنا عظيمة ومهما كانت اخطائنا كبيرة، طول ما احنا ما اشركناش بالله ولسه في قلوبنا بننطق لا اله الا الله محمد رسول الله، فده سبب عظيم جدا ان ربنا يغفر لنا كل حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني مهما كانت خطاياكي لو لجأت لربنا بتوبة صادقة هيمسح كل ذنوبك، بل بالعكس ربنا وعدنا إنه هيبدل السيئات حسنات. باب التوبة مفتوح على طول، باب الرحمة والقبول والهداية ما بيتقفلش أبدا. فمن النهاردة تقدري تبدأي صفحة جديدة مع ربنا، صفحة تسألي فيها التيسير والتوفيق والقبول والإحسان والرزق والبركة وكل حاجة نفسك فيها. وإحنا طول عمرنا محتاجين نجاهد نفسنا إننا ما نكذبش، نجاهد نفسنا إننا ما نغتابش حد، نجاهد نفسنا إننا نقول الصدق دايما، نحافظ على صلواتنا وأذكارنا. وأيوة ممكن نقع وممكن نغلط وممكن ننتكس في يوم من الأيام، لكن طول ما قلبنا بيتجدد بالإيمان ويقينه في رحمة ربنا كبير، يبقى لسه عندنا فرصة نبدأ من جديد. وربنا عايزنا وبيحبنا وبيفرح برجوعنا دايما. وعلى فكرة احنا كنا عملنا قبل كده فيديو كامل ازاي نحافظ على صلواتنا وأذكارنا وأورادنا من القرآن ونربطها كمان بمهامنا اليومية، علشان ولا نضيع ده ولا نضيع ده. يعني زي مثلا بعد صلاة الفجر نقرأ جزء من القرآن ونقول أذكار الصباح، وبعدها نبدأ يومنا ونودي أولادنا المدرسة أو نروح الشغل. وكذلك عملنا في بقية الصلوات وربطناها بمهام تانية. وأنا سايبه لكم اللينك بتاع الفيديو ده في الوصف، اللي حابب يدخل يشوفه. هو مفيد جدا وجميل جدا وبيعلمنا ازاي نحافظ على صلواتنا وأذكارنا وأورادنا من القرآن والذكر، وربطها كمان بمهامنا اليومية علشان ولا نضيع ده ولا نضيع ده. طيب انت ممكن تسأليني دلوقتي وتقولي لي فعلا انا عندي وقت فراغ ومحتاجة مصدر دخل من البيت، والرد هيكون بسيط جدا انك تقدري تعملي ده. وانا عملتلك فيديو مخصوص عن 3 مهارات تقدري تتعلميهم من البيت مجانا من اليوتيوب فقط، وسبتلك اللينك كمان بتاع الفيديو دوت في الوصف، ادخلي شوفيه لانه هيعلمك ازاي تبدأي تتعلمي المهارات دي من بيتك، وايه الادوات المطلوبة وخطوات التدريب العملية، وازاي تحوليها لمشروع صغير يجيب لك دخل. مش هطول هنا عليكي علشان الموضوع محتاج تفاصيل. طيب ايه هي اسرار النجاح الحقيقي للست من بيتها؟ انك تتعلمي مهارة جديدة او تطوري مهارة عندك بالفعل. النجاح مش بيجي من فراغ، كل يوم بتتعلمي حاجة عملية هتضيفلك. مثال انك تتعلمي ادارة الوقت، او تتعلمي مهارة طبخ جديدة، او حتى لغة جديدة، او برنامج بسيط على الكمبيوتر. المهارة بتساوي قيمة، والقيمة بتساوي نجاح سواء في البيت او بره البيت. رقم 2 انك تعملي مشروع صغير او مصدر دخل بسيط. مش لازم مشروع كبير وضخم، ممكن تبدأي بحاجة بسيطة جدا، زي انك لو شاطرة في عمل اي منتج من المنتجات زي اكسسوارات، شنط، اكل، ممكن تبيعيها اونلاين. وممكن كمان المشروع يكون شغل يدوي زي كروشيه، هاندميد، مكرمية. وممكن كمان تقدمي خدمة زي ترجمة لو انت عندك لغة، او دروس اونلاين. الفكرة ان يكون عندك تجربة تحسسك انك بتعملي حاجة ليكي ولبيتك. رقم 3 انك تنظمي وقتك كأنك عندك شركة، حتى لو مش شغالة بره. عاملي بيتك كأنه مشروعك، عندك ساعات للمهام وعندك ساعات للراحة وعندك ساعات للتطوير. لما تسيطري على وقتك هتحسي بقيمة ونجاح حقيقي. أما رقم 4 إنك تطوري نفسك كزوجة وأم. النجاح مش بس فلوس، النجاح كمان في إنك تكوني أم واعية أو زوجة بتدي بيتها استقرار. مثال تتعلمي تربية إيجابية لأولادك، أو تتعلمي إزاي تبني علاقة صحية مع شريك حياتك. كل دي نجاحات ملموسة بتغير حياتك وحياة اللي حواليك كمان. رقم 5 ابني عادة يومية للإنجاز الشخصي. النجاح بيبدأ من إنك تحطي لنفسك هدف وتنجزيه يوميا، مثلا كتابة محتوى أو تصوير فيديو أو قراءة فصل أو تنفيذ خطة يومية للبيت، لأن الإنجاز المستمر هو اللي بيبني النجاح الكبير. رقم 6 كوني مستقلة بقراراتك. النجاح مش بس إنك تحققي دخل، النجاح كمان في إنك تكوني ست عارفة تقول ولا لأ بوعي. كل مرة تاخدي قرار لنفسك من غير ما تستني موافقة من حد، انت كده بتكبري وبتنجحي. أما رقم 7 إنك تعرفي انت عايزة ايه من حياتك. النجاح مش بيتحدد بالناس، بيتحدد بيكي انت. لو هدفك بيت مرتب وعيشة هادية ده نجاح، لو هدفك يكون عندك دخل حر ده كمان نجاح. الأهم إنك تعيشي على أهدافك مش على توقعات غيرك. النجاح إنك تبقي راضية عن نفسك، شايفة أثر يومك على حياتك،
حاسة انك بتقدمي حاجة لنفسك او لبيتك او لولادك او لجوزك. ممكن تبقي ناجحة كأم، كزوجة، كست بيت شاطرة منظمة، او كسيدة عاملة من بيتها. ولو قررتي يبقى عندك مصدر دخل، يبقى ده كمان نوع من النجاح. لكن حتى لو محتاجتيش تشتغلي او مفكرتيش تفتحي مشروع، تفضلي ناجحة لو يومك فيه معنى وإنجاز. وفي النهاية عايزة أقولك إن السر الحقيقي إن النجاح مش خطوة واحدة كبيرة. النجاح هو خطوات صغيرة يوم ورا يوم. النجاح إنك تنظمي وقتك، وإنك تبني علاقتك بربنا، وتتعلمي عادة جديدة أو مهارة مفيدة، وتفضلي بتجاهدي نفسك مهما وقعتي أو ضعفتي. افتكري دايما إن باب التوبة مفتوح، وباب النجاح كمان مفتوح، وربنا نفسه عايزك توصلي. ابدأي النهاردة حتى ولو بخطوة صغيرة، وهتشوفي بعد فترة قصيرة إن حياتك بقت مختلفة تماما. ودلوقتي عايزة أقول لكم، لو حسيت إنه الكلام ده لمسكم أو استفدتوا منه، ما تبخلوش تشاركوا الفيديو مع أصحابكم أو مع أي حد محتاج يسمع الكلام ده. وكمان عايزاكم تكتبولي في التعليقات إيه أكتر نقطة حسيتوا إنها فرقت معاكم في الفيديو. تفاعلكم هو اللي بيشجعني أقدم لكم فيديوهات أكتر وأعمق، وانتوا السبب الحقيقي إن القناة تكبر وتوصل لستات وبنات كتير أكتر يستفادوا. وبكده خلص الفيديو بتاع النهاردة، بس كلامنا مع بعض عمره ما هيخلص. استودعكم عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.